وده يخليني يعني ادي زي نصيحه للمواطنين كمان. اولا حاول ان انت رحلتك ما تبقاش انت اللي بتحجزها بنفسك ده من بيحصل خلال كتير شركة جدا. السياحة. ده ما حقيقي. تفكرش ان انت كده شاطر وبتشيل آه، كوست اللي هتاخده شركة السياحة وانت هتاخد ارخص. لا بالعكس، ده انت شركة بتاخد السياحة اغلى هي اللي اللي هتجيب هتديك لك ارخص. ارخص. يعني دي نقطة مهمة لازم نقولها لهم، لان هم فاكرين ان هم، انا لما امسك التليفون وادخل احجز الاوتيل واحجز طيران فكل دوت بالنسبة لي هيبقى ارخص بكتير، وشركة السياحة ديت هتاخد ربح مش طبيعي، فلا انا اشتغل كده. فدي نقطة مهمة جدا حضرتك اثرتها، ولازم يعني تديهم نصيحة لده، ان ممكن حتى شركة السياحة تبقى مسؤولة عنك. لو بالظبط. حصل حاجة، لو في أي حاجة، أنت بالنسبة لها بتفضل معاك من أول الرحلة لحد آخرها، لازم تطمن على الجست بتاعها. أما بالنسبة لو أنت رايح منك لنفسك، فإحنا يعني كشركة سياحة مش هتعرف عنك حاجة، مش هتعرف تفيدك. علشان نعرف إن أنت مسافر ممكن بقى نفضل نسأل أصحابك. يعني اللي أقصده إن لازم يبقى في أي رحلة أمانها أهم من متعتها. شوفي، يعني انا عايز اقول، اللي عايز يتفسح شيل من دماغك بقى اي لود في اي حاجه، ما تفكرش في اي حاجه، سيب شركه السياحه هي اللي تفسحك. ما تبقاش انت نايم طول الليل مثلا وعمال تفكر الصبح انا هاخد الولاد فين، طب وهجيب عربيه منين، طب هنقلهم، طب انا معايا العربيه، طب هعدي احط بنزين، طب لا ما هو طب انا هنزل، كمان طب الدخول. آه، انت مدخل نفسك في دوشه، مش مدي لنفسك المساحه اللي تخليك تستمتع برحلتك وفي نفس الوقت بقسط اقل بكتير من انك تقوم بالعمليه دي كلها بنفسك. وبالتالي زي ما عندك الدكتور الخاص بتاعك والمحامي الخاص بتاعك، لازم يكون عندك شركه السياحه بتاعتك اللي بتعمل لك سواء رحله حج، عمره، رحلات ترفيهيه، مصايف. ده حقيقي. وتاكد انه شركه السياحه هتستطيع انها تجيب لك تخفيضات وعروض سياحيه غير متاحه ان انت تقدر تقوم بيها بنفسك.